السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر النوبي. والنهاردة إن شاء الله يا أولاد هنستكمل مع بعض درس من دروس الصف الثالث الإعدادي، وهنتكلم إن شاء الله عن الحملة الفرنسية على مصر. وطبعا قبل ما نتكلم عن الحملة الفرنسية على مصر، حابين بس نعرف حاجة كده من الحاجات المهمة، إن إنجلترا وفرنسا يا أولاد خلال القرن السبعتاشر والقرن التمنتاشر كانوا في تنافس مستمر فيما بينهم. وده كان من ضمن الأسباب الأساسية اللي دفعت فرنسا إن هي تيجي على مصر، زي بطريقة يعني بحب أقولها انتقاما من إنجلترا، لأن إنجلترا كانت دولة عظمى قوية أسطولها بحري قوي، فما كانتش فرنسا تقدر تروح تدمرها في عقر دارها يعني في بيتها. فطبعا ما كانش قدامهم إلا مصر عشان يقطعوا طريق التجارة عنها. ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله. تعال نبدأ مع بعض الدرس. مقدمات الحملة. تعد الحملة الفرنسية على مصر والشام عام 1798 لحد 1801، 3 سنين، جزء من التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا على المستعمرات، وهذا كان في القرن ال17 واستمر طوال القرن ال18. طيب، أرسل القنصل الفرنسي، قنصل يعني سفير، تقرير بالأوضاع اللي في مصر. أوضاع طبعا كانت سيئة، يحس فيها الحكومة الفرنسية إن تبعت حملة عسكرية على مصر، وده اللي حصل بالفعل. طيب، أدي الحملة الفرنسية على مصر. أسباب الحملة: مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر. إيه السبب؟ قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. أدي لو بصينا يا أولاد، إنجلترا هنا أهو في الحتة دي كده، فهي طبعا عشان كانت بتروح الهند، في المستعمرات في الهند كانت بتمشي من البحر المتوسط وكانت بتعدي على مصر عشان تعدي وتروح الهند. فلو فرنسا احتلت مصر يبقى كده قطعت الطريق التجاري، التجارة ما بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. ده واحد. فرنسا عايزة تعوض المستعمرات اللي فقدتها، مش فقدت مستعمرات كتيرة من قبل انجلترا، وعايزة تعمل مستعمرة فرنسية جديدة في الشرق، لذلك فكرت في احتلال مصر. طيب، الإعداد للحملة. نابليون بقى يعد هو الحملة بنفسه، وكان الجيش بيتم إعداده سرا، واصطحب معه مجموعة من العلماء في مختلف الفنون والعلوم. ولماذا اصطحب نابليون العلماء معه؟ عشان يدرس أحوال مصر من جميع النواحي لاستغلال موارده. وده اللي عملوه فعلا يا أولاد بعد كده في كتاب اسمه كتاب وصف مصر. كتاب يعني عايز أقول لك فيه كل حاجة تعرفها عن مصر، وصف مصر كل حاجة بما تفسر. وحمل معه مطبعة عربية وأخرى فرنسية عشان يطبع المنشورات للأهالي اللي هم مش عارفوا اللغة الفرنسية، وهو كذلك مش عارف اللغة العربية. طيب، تعال نبدأ نتكلم بقى عن خط سير الحملة. أبحرت الحملة الفرنسية سرا من ميناء طولون، ده ميناء موجود في جنوب فرنسا. ثم أصدر نابليون أوامره بأن تتجه الحملة إلى مصر، وبدأ يوزع منشور قبل ما يجي إلى مصر. قال فيه: إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد المماليك الظالمين، وأن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل فقط. يعني هو عايز يبدأ يجذب المصريين ليه أو في صفه. مقاومة أهل اسكندرية للحملة. قاوم أهل اسكندرية بزعامة السيد محمد قريم حاكم اسكندرية قوات الغزو. محمد قريم قبل أن تصل قوات المماليك من القاهرة لملاقاة الفرنسيين خرج وقاوم. فكانت نتائج المقاومة طبعا اعتقلته القوات الفرنسية، ثم تم إعدامه رميا بالرصاص في سبتمبر 1798. معركة شبراخي بالبحيرة. طبعا تاريخها في يوليو 1798، أطرافها كان الفرنسيين بقيادة نابليون ضد المماليك. وطبعا كانت النتائج واضحة، أن اتهزم المماليك وتم فرارهم جنوبا للدفاع عن القاهرة. معركة إمبابة بالقاهرة أو معركة الأهرامات برضو كانت في نفس الشهر 1798. برضو كانت بين الفرنسيين بقيادة نابليون والمماليك بقيادة مراد بك وإبراهيم بك. برضو المعركة انتهت بهزيمة المماليك، وفر مراد بك إلى الصعيد، وهرب إبراهيم بك مع الوالي العثماني إلى الشام. إيه سبب الهزيمة؟ طبعا إن المماليك بيعتمدوا على سلاح تقليدي اسمه سلاح الفروسية، اللي هو الحصنة والسهام.
واعتماد الفرنسيين على المدافع والمعدات الحديثة. طيب، دخول القاهرة. طبعا نابليون دخل القاهرة بعد أن أمن العلماء والمشايخ في الجامع الأزهر على الأرواح والأموال. موقعة أبي قير البحرية أغسطس 1798. طبعا لما عرفت إنجلترا بقدوم الحملة الفرنسية على مصر جاءت، وماذا حدث؟ أطرافها الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون ضد الأسطول الفرنسي. نتائج المعركة: محاصرة الأسطول الإنجليزي شواطئ مصر الشاملة، مما أدى إلى القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط. طبعا دمرت إنجلترا الأسطول الفرنسي. حرمان الحملة في مصر، يعني هو منعوا أي إمدادات تيجي من فرنسا إلى الحملة في مصر. طبعا الجنود هنا حسوا بأنهم محاصرون، اللي هم الجنود الفرنسيين داخل مصر، وتوقفت حركة التجارة الخارجية لمصر. موقف الشعب المصري للاحتلال الفرنسي، اللي هي المقاومة يعني. كلمة مقاومة، رفض، رفض الشعوب للاحتلال. احتلال جاي عليك وانت بترفضه، بتقاومه، ودفعوا عن البلاد بمختلف الوسائل. أول حاجة عندنا طبعا كان أبناء الصعيد. لما نابليون كان عاوز يضم مصر طبعا بالكامل ويخضعها، لكن أهالي الصعيد استطاعوا أن هم يفشلوا تلك الحركة. بسبب فشل القوات الفرنسية في إخضاع أهل الصعيد، اتبع أهل الصعيد حرب المناوشات والمفارقات في المعارك، إن هم يطلعوا يضربوا فيهم ويخرجوا ويهربوا، يضربوا فيهم ويبعدوا. طبعا بسبب تاني، طول الوادي، وادي النيل طويل من القاهرة لحد أسوان ومناطق بعيدة، دي مشوار جدا ومسافة بعيدة، فده أجهد الفرنسيين. فما نتائج نجاح أهالي الصعيد في مقاومة الحملة الفرنسية؟ أدى ذلك إلى تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي. ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798. أسباب: فرض نابليون الضرائب الفادحة وخاصة على التجار. بدأ يفتش البيوت بحثا عن أموال، واللي خلى نابليون يعمل كده بسبب معركة أبي قير البحرية، إنه بقى محاصر فعايز يجمع فلوس، عايز يأكل جنوده، هيعمل إيه؟ فبقى استخدم الأسلوب ده. ها، هدم أبواب الحارات عشان يطارد العناصر اللي بتقاومه. هدم الكثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة. وطبعا ده كله خلى الناس تشتعل. أحدث دور الأزهر الشريف في ثورة القاهرة الأولى، كان مقر لقيادة الثورة، ونجح في مد الثوار إلى الأقاليم المجاورة. قتل حاكم مدينة القاهرة الفرنسي، واستخدم الفرنسيين القمع والإرهاب لإخماد الثورة. ودخل الفرنسيون الأزهر بخيولهم، مما أثار الشعور الديني للمصريين. نتائجها: أعدم الفرنسيون الكثير من الأهالي والثوار، وفرض طبعا الغرامات المالية على التجار والعلماء، وبدأ الفرنسيين في تحصين القاهرة. طيب، تعال نشوف ايه اللي حصل بعد كده. الحملة الفرنسية على الشام 1799. أسبابها إن تحالفت الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا عشان يخرجوا فرنسا من مصر بالقوة. لذلك أعدت الدولة العثمانية حملتين: حملة بحرية هتيجي عن طريق جزيرة رودس لغزو مصر من الشمال، وحملة برية لغزو مصر من الشرق عن طريق الشام. قاد نابليون قواته إلى الشام. قال لك أنا هروح لهم، هما لسه استنوا يجوا، فقال لك أقابل الإيه البرية الأول من جهة العريش، ليقضي على الجيش العثماني قبل أن يصل إلى مصر. وفي طريقه استولى على العريش وغزة، ثم حاصر يافا حصارا شديدا، وبعد أن استسلموا أعدم جميع أفرادها رغم تأمينه على أرواحهم. فكانت من أبشع الجرائم التي ارتكبها في التاريخ، سميت بمذبحة يافا البشري. طبعا ده أدى بعد ذلك إلى أن تقاوم أهالي عكا اللي هي بعد يافا على طول، واستبسالهم عن مدينتهم بقيادة أحمد باشا الجزار، وذلك بمساعدة الأسطول البريطاني وإمداده بالذخائر له. لذلك فشلت حملة نابليون على الشام بسبب مقاومة واستبسال أهالي عكا عن مدينتهم بقيادة أحمد باشا الجزار، ومساعدة الأسطول البريطاني وإمداده بالمؤن والذخائر. طيب، يجي لنا هنا بقى إيه نتائج فشل حملة نابليون على الشام؟
فشلت الحملة الفرنسية على الشام، واضطر نابليون العودة إلى مصر. موقعة أبي قير البرية كانت في يوليو 1799، كانت بين قوات الأسطول العثماني والفرنسيين بقيادة نابليون، وهزيمة القوات العثمانية كانت من نتائج المعركة. رحيل نابليون. عودة نابليون إلى فرنسا بسبب تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا، ومن الذين تولى قيادة الحملة الفرنسية بعد رحيله كان كليبر في أغسطس 1799. الحملة الفرنسية في عهد كليبر. كانت الأخطار تهدد الحملة الفرنسية عندما تركها نابليون وتولى كليبر قيادتها. عقد اتفاقية العريش بين كليبر والدولة العثمانية. يجي سؤال تاني بما تفسر. رأى كليبر استحالة بقاء الحملة الفرنسية على مصر. طبعا بسبب إيه الأسباب بقى؟ تناقص أعداد الجيش الفرنسي بسبب الحروب الداخلية والخارجية. أرسلت الدولة العثمانية حملتين إلى عريش ودمياط أخرى. عودة المقاومة للمماليك، وتجددت ثورات المصريين في الشرقية ووسط وغرب الدلتا. اتفاقية العريش. أطرافها كانت بين كليبر فرنسا والدولة العثمانية الأتراك. نصوصها أن تخرج الحملة الفرنسية من مصر، من مصر على نفقة الدولة العثمانية. لكن فشلت الاتفاقية بسبب رفضت الحكومة البريطانية الاتفاق، وطلبت استسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب. وهنا هتبدأ بقى معانا بعد فشل اتفاقية العريش ورفض انجلترا اتفاقية العريش، هتبدأ ثورة القاهرة الثانية بعد أن هاجم كليبر القوات العثمانية وأعادها متقهقرة إلى الشام. فوجئ بأن الثورة قامت. الثورة كانت في مارس 1800. كان قائد الثورة عمر مكرم، مركزها حي بولاق. أحداث الثورة. قام المصريون بثورة عارمة بزعامة عمر مكرم، نتائجها تم إخمادها من قبل القوات الفرنسية واستخدمت القوة، ودمرت حي بولاق بالكامل. قام كليبر بفرض المزيد من الضرائب ومصادرة الأموال، ولكن بعد ذلك مات كليبر على يد سليمان الحلبي، وإلى هنا تولى مينو القيادة. جلاء الحملة الفرنسية. جلاء يعني رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتلة. بعد أن قتل قليبر عام 1800 على يد سليمان الحلبي أحد طلاب الأزهر، فتولى مينو قيادة الحمل. كان مينو ينوي البقاء وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية، ولكن لم يستطيع تنفيذ ذلك. لذلك أرسلت إنجلترا أسطولا حربيا إلى أبي قير، واشترك معه الجيش العثماني عام 1801 في فبراير، وهنا استسلمت القوات الفرنسية ورحلت عن مصر. نتائج الحملة الفرنسية. لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة للغزو والاحتلال، حيث اصطحب نابليون مع الحملة مجموعة كبيرة من العلماء في مختلف المجالات. نمو الروح القومية من نتائج الحملة. كيف أيقظت الحملة الفرنسية الروح القومية لدى المصريين، وذلك حيث ظهر بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر عندما تمسك المصريون بحقهم في الحرية واختيار حاكمهم. الأعمال التي قام بها علماء الحملة الفرنسية، أو إيه اللي استفادوا؟ طبعا دراسة شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ولكن بسبب أخطاء حسابية لم تستكمل. إنشاء المجمع العلمي المصري. تأليف كتاب وصف مصر، واكتشاف حجر رشيد 1799، وبالتالي التعرف على التاريخ المصري القديم. طبعا كتاب وصف مصر يا ولاد يعتبر من أول موسوعة حديثة في عن مصر، ومن منذ أقدم العصور حتى نهاية العهد الحملة. وإذا ما اتفقنا فيه كثير من الرسوم والخرائط والأشكال، منها خريطة القطر المصري. طيب، توجيه أنظار الدول الأوروبية وخاصة إنجلترا لأهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي. يعني فرنسا دلوقتي وجهت العالم وخاصة إنجلترا موقع مصر. نظم الحكم والإدارة، حيث أنشأ نابليون الديوان العام ودواوين الأقاليم وديوان القاهرة. ولذلك اهتم نابليون بإنشاء دواوين الحكم. ليه؟ عشان هدفها تدريب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى، يعني الناس تروح تستشيرهم.
نظام مجالس الشورى اللي هو مجلس النواب، وتلقى الآراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام. الآثار الاقتصادية والاجتماعية، حيث وضعت بعض المشروعات للإصلاح الاقتصادي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، وخاصة في عهد مينو، زي مشروع مينو العظيم الذي تمثل فيه الزراعة، تنويع المحاصيل الزراعية والاهتمام بمشاريع الري، الصناعة، إنشاء مصانع للنسيج والصناعات الدقيقة والدباغة وحروف الطباعة. أما بالنسبة للتجارة، فتح أسواق لمصر في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان والحبشة وبلاد شمال إفريقيا، وطبعا ده بسبب حصار إنجلترا لمصر أثناء وجود الحمل. أما في الصحة العامة، تم إنشاء المحاجر الصحية في القاهرة والعديد من المدن الأخرى. وإلى هنا انتهى الدرس، ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.